المشاهد أعزائي المتابعين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الحلقة الثانية من برنامج فيتامين المعلومات. نرحب بكم بتراحيب المطر. اليوم بيكون موضوعنا جميل جدا مشوق وبسيط، بس خلونا قبل ما نبدأ بالموضوع خلونا نجيب لكم فلسفة شوية. طبعا حابب أشكر المشاهدين، ازداد يعني في خلال هذه الفترة 200 مشاهد للقناة، يعني خلال فترة بسيطة، فهذا يعني حاجة حلوة. وثانيا حابب اقول انه بيتغير وقت الحلقات، بدل ما يكون السبت سبت واثنين وخميس بيكون حلقتين في الاسبوع، انه تعب المنطقة والله انها تعبانين التصوير. المهم فبكون يا بيكون سبت واثنين او سبت وثلاث او سبت واربعاء، يعني السبت ثابت يعني بما انه الشركات اكثر مؤجزات يعني. المهم اليوم بيكون موضوعنا عن شيء الناس كلها يعني تحبه كمنظر خلاب. اليوم بيكون موضوعنا عن الجبال. عزيزي المشاهد، أنت عندما تسافر من محافظة إلى محافظة أو من دولة إلى دولة إن شاء الله، تلاحظ وجود جبال منتشرة ذات أحجام مختلفة وألوان مختلفة. وهل تساءلت يا عزيزي المشاهد يوم عن تكوين الجبال أو عن سبب اختلاف أشكالها أو ألوانها؟ وهل تساءلت يوم إيش أهمية الجبال في الحياة البشرية؟ تعالوا اليوم نتعرف ونبحث عن بعض الإجابات لهذه الأسئلة. عزيزي المشاهد، ما هي مكونات الجبال؟ تتكون الجبال من كتل ضخمة من الحجارة مرفوعة أو مطوية فوق مستوى سطح الأرض المحيط بها، وتتعرض هذه الكتل لعوامل التعرية بفعل الماء والثلج، وأحيانا تأخذها الرياح أشكالا معينة، وكلما تقادم العهد بالجبال أتت عليها عوامل التعرية حتى تصل إلى مستوى السهل، وأحيانا يرفع هذا السهل مرة أخرى. عزيزي المشاهد، ما هي العوامل التي تؤثر على أشكالها؟ التركيب الصخري للطبقات ومدى قابليتها للانثناء، مقدار سمك الطبقات الصخرية التي تتعرض للالتواء، اتجاه ومدى قوة الضغط الناجمة عن عمليات والتحركات المكونة للجبال. السؤال الثالث، ما هي أنواع الجبال؟ عزيزي المشاهد، الجبال هي لديها 5 أنواع. النوع الأول الجبال البركانية، ثانيا الجبال الالتوائية، ثالثا الجبال الانكسارية، رابعا براكين التقاط الساخنة، خامسا الكتل التصديعية. عزيزي المشاهد، لعل إلى ما قبل قرن من الزمان كانت نظرية العلماء تنقض على سطحية الجبال، وكان الاعتقاد السائد هو إن كل الجبال عبارة عن قطع صخرية كبيرة تستقر على سطح الأرض. ولكن مع مرور الزمان أزيل الحجاب عن سر مهم، وتوصل العلماء إلى هذه الحقيقة، وهي أن الجزء الأعظم من كل جبل يكمن تحت الأرض. وكما يقول جورج غامو في كتابه قصة الأرض، طبقات للنظريات المعاصرة طبقا للنظريات المعاصرة، فإن جبال الأرض تشبه الجبال الجليدية التي تتكون تحت تأثير ضغط الثلوج في المناطق القطبية. فكل من زار المناطق القطبية يعرف جيدا أن القطع الثلجية الضخمة حين تنكسر أثر الضغط تتراكم على بعضها وتندفع نحو البحار، وأثناء ذلك تنهار أغلب كميات الثلج في المياه، ولعل 10% فقط خارج المياه و19% تحت المياه. ولهذا ففي مقابل
كل جبل يرتفع عن الأرض هناك جبل تحت سطح الأرض متكون من مادة الغرانيت يغوص في ثنايا طبقة من الصخور التحتية الناعمة. وهنا نصل إلى هذه المسألة الإعجازية في القرآن، حيث يطلق على الجبال أوتاد ومسامير الأرض، لأننا نعلم أن القسم الأعظم من المسمار يغور في الجدار أو الأشياء الأخرى دائما. وهنا حيث تستخدم المسامير في تحكيم شيء ما أو ربط القطع المختلفة مع بعضهما البعض. فهذا التعبير يعتبر إشارة لطيفة إلى التأثير المهم للجبال في منع إضمحلال قطع الأرض إثر الضغط الداخلي للكرة الأرضية والضغط الناتج عن حالات الجزر والمد. ثانيا، ليس للجبال أثر حساس في حفظ استقرار الأرض فحسب، بل تساهم في استقرار الجو المحيط بالأرض أيضا. فالكل يعلم بصعوبة الحياة في الصحراء الشاسعة، لأن الهواء هناك يكون عاصفا ومليئا بالغبار والتراب على الدوام، وليس انعدام الاستقرار هناك فحسب، وإنما يضيق التنفس ويصبح متعبا أيضا. نعم، فهذا الارتفاع الشاهق للجبال هو الذي يقف أمام هذه العواصف الجنوبية ويصدها أو يرسلها إلى طبقات الجو العليا. ثالثا، إضافة إلى ذلك، فإن للجبال تأثير بالغ في نزول الثلوج وهطول الأمطار، لأنها تقف في طريق الغيوم والرطوبة الصاعدة من البحر، فتوقفها وتدفعها إلى الهطول فينحدر بعض هذه الأمطار من أطرافها وتحتفظ بالقسم الآخر في وسطها، أو تحتفظ بها على هيئة ثلج وجليد في قمتها. رابعا، وكذلك فإن الجبال دورا مهما في تعديل حرارة الجو، لا سيما في المناطق الاستوائية، لأن ارتفاع الجبال يؤدي إلى ابتعاد المناطق المجاورة لها عن سطح الأرض، ونحن نعلم أننا كلما ابتعدنا عن سطح الأرض تزداد برودة الجو. خامسا، إن الجبال مصدر مهم لأنواع المعادن والثروات الهائلة التي لا تختفي فيها، ومن أجل أن يظفر الناس بهذه الثروات فهم يهرعون إلى الجبال دائما للبحث عنها. سادسا، للجبال دور مهم آخر في إيقاف حركة الكثبان الرملية، فنحن نعلم أن الكثبان الرملية تتحرك أثناء هبوب الرياح في الصحراء القاحلة، وقد تدفن تحتها الأشجار والناس والقوافل حتى القرى، وتصبح سببا في هلاك النباتات والحيوانات. فإذا لم تتم السيطرة عليها فسوف تهجم على جميع أنحاء الأران، فأي عامل أفضل من الجبال يمكنه السيطرة عليها؟ عزيزي المشاهد، نصل الآن أنا وأنتم إلى نهاية الحلقة، فأتمنى استمتاعكم. لا تنسوا زر الاشتراك واللايك إذا عجبتكم الحلقة، وإذا في معكم أي كومنت أو أي ملاحظة تقدروا تدخلوا تفعلوا على الفيسبوك، أو تقدروا تفعلوا تعليق إذا أنا بقدر أميزها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.